ما هي الغاية؟ يا ليت سفر عادي، جهود مبذولة جبارة، ما هي الغاية؟ الغاية لها عدة احتمالات، وسأقف عند احتمالين اثنين. الأول أن هذا السفر وهذه الجهود الغاية منها تكريم الحسين سلام الله عليه، تعظيم الحسين بذاته تعظيم الحسين، تكريم الحسين، لأن الحسين شخصية بمواصفاتها تستحق هذا التكريم، تستحق هذا الإجلال وهذا التعظيم. فالغاية هذا حسين سيد الشهداء. إذا كانت الغاية من هذا السفر 9 أيام حيثما كان الشيعي، هذا أنا أراها غاية ضعيفة في تبرير وتحسين هذا السفر وهذا الجهد المبذول. لماذا أراها غاية ضعيفة؟ هذه لا تدل إلا على حب ذلك الإنسان للحسين، أما الحسين لا يستفيد من ذلك، لا يستفيد، لأن الحسين سلام الله عليه في عالم آخر غير عالمنا، وهو لا يستفيد مما نبذل ونعطي شخصيا ذاتيا، لا يستفيد، وهو الآن في روح وريحان فوق التصور، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وبالتالي هذه الغاية لا تصلح مبررا ومحسنا لهذا السير ولهذا الجهد المبذول. وإذا كان الأمر كذلك إذن ف124,000 نبي هم في غاية المغبونية ومكسورية الخاطر، لا واحد يعرف أسماءهم ولا واحد يعرف قبورهم، لا قبور تزار ولا أسماء تذكر ولا ذكريات تقام ولا مشاهد ولا معناهم خطية ولا مساكين فقراء مغبونين. تجي لا سويت له أو ما سوي له، هذا شيء دنيوي، عظمت أو ما تعظمه هو ما يستفيد شخصيا ذاتيا، ما يستفيد، بس صبرك عليه الأمر حديث. وإذا الله أعلم بناء على هذا أن الحسين يستفيد من هذا التعظيم، وهذا الله أعلم بمغبونية أئمة الهداة الأربعة: الحسن بن علي، زين العابدين، محمد الباقر، جعفر الصادق، لا قبر يزار ولا تعظيم ولا أي شيء من هذا، والله أعلم شنو حلف ذر صاحب الرذذة. وبناء على هذا معاوية لعله إذن أفضل، بناء على هذا معاوية عنده قبر وعلى الأقل إلى رواد يجوز المفروض محدودين، بس أكو قبر وعليه بردة خضراء وتيجي الناس جماعة يجوز. أبو ذر ماكو. اللي أريد أقول إذا كانت هذه الغاية لا تصلح وهي ضعيفة لأن تكون محسنا لهذا السير ومبررا لهذا السير وهذا الجهد. هذا الاحتمال الأول وهو الغاية. الاحتمال الثاني أن هذا السير خلال هذه الليالي 9 هذا الجهد المبذول إلى كربلاء كجهة وإلى غايات هي عبارة عن طلب رضا الله عز وجل، الرضا الذي يترتب عليه الأجر الذي يزحزح الإنسان عن النار ويدخله الجنة. الغاية هذه. نعم، إذا كانت هذه الغاية نعم فهي غاية دونها كل الغايات، وهو هدف أسمى من أي هدف، وهو دليل على صحة العقيدة وعلى تقوى القلوب. ولكن أتمنى على كل شيعي على وجه الأرض أن يعي هذه الحقيقة،
أتمنى على الشيعي الذي خصوصا من يعيش وهم الغالبية على هامش المعرفة الدينية الصحيحة، المعرفة المذهبية الصحيحة، وهم الغالبية من الشيعة، أتمنى على كل شيعي على وجه الأرض أن يعي هذه الحقيقة. إذا كان الأمر كذلك، وأن الغاية من هذا العمل رضا الله عز وجل الذي يترتب عليه الأجر الذي يدخل الإنسان الجنة، عليهم أن يعلموا علم اليقين أن العمل المقبول عند الله، هذه ملاحظة مهمة وأتمنى على كل شيعي أن يفهمها على وجه الأرض، أن العمل المقبول عند الله عز وجل الذي يدخل الجنة ويزحزح عن النار مشروط بشرط، وهو أن يكون العمل راجحا شرعا من خلال فعل المعصوم على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب. المعصوم من النبي صلى الله عليه وآله إلى الإمام الثاني عشر من أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليه، أن يكون المعصوم قد فعل، أن يثبت بأن المعصوم أمر به، أن يثبت بأن المعصوم أقر، يعني جماعة قاموا بهذا العمل وما قالهم لا، أو وصل الخبر إلى الإمام أن جماعة فعلوا كذا وكذا ما قال هذا مخالف، هذا إقرار المعصوم وهو حجة. وإقرار المعصوم يشترطون بشرط، فقهاء العلماء يقولون بشرط أن لا يكون هنالك مانع منع المعصوم من النهي. ربما يكون سكوته تغيير وسكوته لا يبرر ذلك العمل، بس ما قدر يجي، لأن المترتب على النهي أكبر وأشد من إقرار ذلك العمل. العمل الذي يتقرب به الإنسان إلى الله ويكسب عليه الأجر ويدخل به الجنة مشروط بهذا الشرط. وما عدا ذلك الذي لم يكن راجحا عقلا، لم يكن راجحا شرعا، وما رجحه الشرع رجحه العقل بالضرورة، فهو من المباحات، يعني تسوي ما تسوي كل واحد، لأن المباحات لا يترتب عليها أجر. فد واحد عجب ينام على فراش السفنج، ثاني يوم عجب ينام على فراش مثلا قطن، عادي، لا ثواب ولا عقاب. وليكن معلوم عند كل شيعي أن هذه المباحات المتروكة للإنسان بالعنوان الثانوي قد تتحول إلى سبب من أسباب عذاب النار وغضب الجبار، فيما إذا ترتب عليها إضرار بالدين بشكل عام الإسلام أو بالمذهب بشكل خاص، ليس لك أن تعمل لأنه مباح ما ورد فيه نص نهي. بالعنوان الثانوي يقول الفقهاء يتحول إلى عمل يؤدي بالإنسان إلى النار وغضب الجبار. طيب والحظ واي مهم، هاي لو يعيها كل شيء على وجه الأرض لكنا على غير الذي نشكو منه. اسأل مسائل وأنا أثير السؤال، شو تركز شيعي شيعة، وليش تركز على المسلم الشيعي؟ ليش ما تقول المسلم بشكل عام؟ أنا إنما أركز على المسلم الشيعي بلحاظين. اللحاظ الأول أن كربلاء بحكم الواقع، وإلى كربلاء الإنسان، هي كربلاء الإسلام، هي كربلاء الإنسانية لأن أهدافها أهداف إنسانية. لكن أقول بحكم الواقع الكربلاء كربلاءنا، وهاي شعائرنا، وهاي محسوبة علينا، وإحنا اللي قاعد نأديها وإحنا اللي قاعد نتعب عليها. ولذلك أنا أقول الشيعي، أتمنى على كل شيعي أن يعي حقيقة هذا السير 9 ليالي إلى أين وما هي الغاية منه. وصلنا إلى كربلاء وقد نعرف شنو الغاية. اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني
الشيعة، وليس طائفيا، لا بحكم الواقع. الشيعة هم المذهب الوحيد الذي اتصل برسول الله بشكل مباشر وأخذ منه الأحكام بحكم اتصاله بأهل البيت الاثني عشر الذين هم امتداد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقولهم قول رسول الله وحكمهم حكم رسول الله، حيث أن أحدهم يقول حدثني أبي عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن حسن أو حسين أو فاطمة عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبريل عن الله. المذهب الوحيد، الجهة الوحيدة المتصلة برسول الله بشكل مباشر في أخذ الأحكام هم الشيعة. ولما كان كذلك يا إخوتي يا شيعة أهل البيت، معناه نحن الجهة الأخص في الأمة المسلمة المخاطبة بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا كان الأمر كذلك، الأمة الوسط التي تشهد على الأمم يوم القيامة الشيعة هم الأولى بهذه الشهادة، والنبي الأولى أن يكون شاهدا عليهم، لأنهم الجهة الوحيدة المتصلة به بشكل مباشر لأخذ الأحكام عن طريق أهل البيت. إذا أكو أمة تشهد يوم القيامة وهي أمة الوسط شيعة أهل البيت، وإذا أكو أمة يشهد عليها النبي صلى الله عليه وآله أنه قد بلغها الرسالة فهم شيعة أهل البيت.